السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي المفترض انا لسه في رمضان ومصوره الفيديو دوت في رمضان، بس المفترض ان هو هينزل يا اول يوم العيد يا تاني يوم العيد. كل سنه وانتم طيبين وبخير. يا رب يتقبل منكم صيامكم وقعودكم وركوعكم وصالح الاعمال. حبايبي متشكره قوي على الكومنتات الحلوه، متشكره على كل حاجه حلوه منكم، متشكره ان انتم معايا، متشكره انه هتنوروني، متشكره في كل حاجه. حبايبي انا ما بقول ده بقوله فعلا من قلبي، لان حبايبي وعيلتي وناسي بيشاركوني وهم مش عارفيني. يعني في بينا مسافات من عند هنا في مصر ومن خارج البلاد من خارج الوطن العربي، من بلاد العربيه التانيه. فقد ايه ده بيكون شيء جميل ان في بينا موده ورحمه واحنا على بعد اميال اميال. فانا ما بتمحلسي، انا بحب اشكركم وبس. والله من قلبي انتوا عيلتي والله. حبايبي النهارده حابه اكلمكم عن موقف من المواقف اللي حدثت من الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. ايه اللي حصل له؟ كان صادف في يوم رمضان ان هو رمضان جه وهل عليه، وهو كان عنده شغل في باريس. اللي حصل له ان هو كان الفلوس اللي معاه كلها نفدت، معهوش فلوس، فلوسه كلها خلصت. فكان معاه 20 فرنك وكان معاه 10 قروش مصري. طبعا الجنيه المصري في الوقت دوت كان الجنيه الواحد بس كان بيساوي 200 فرنك. فهو ما كانش معاه، وكان معاه شيك المفروض ان هو هيصرفه. فاليوم ده كان ايه؟ اجازه بنك. فقال خلاص انا هقضي باللي معايا دول، وبكره ان شاء الله وصل عامل بتاع الفندق ان هو يصحيه عشان يلحق البنك من الصبح قبل ما يقفل. طبعا موسيقار الاجيال خدوا النوم وعامل نسيه خالص ان هو يقوم الى ان قام. فعلى بال عشان يلحق البنك، لقى البنك بتاعه، البنك ايه اللي هو هيصرف منه الشيك اللي معاه، البنك ايه؟ قفل. المهم موسيقار الاجيال مش عارف يعمل ايه، مش عارف يسوي ايه. حاول يشوف اماكن فيها مصريين، ما لقاش. قال الى ان راح لجامع، جامع في فرنسا، في باريس، ان هو يلاقي جامع. الجامع قعد يدور، وبعدين قعد يدور على حد مصري هناك، على قهوة مصرية، الى ان عرف ان ليه في قهوة هناك، وهو واحد صاحبه هناك، وعرف ان هو صاحبه هناك في المقهى دوت. وقعد وفي مطعم، وقعد وهو مطمن ان هو صاحبه موجود، الى ان عرف ان صاحبه مش موجود. وفضل ان هو كل كتير وكده، وفطر، جاء وقت الفطار طبعا وفطر وكل كتير وفطر، وصاحبه لسه لم يأتي، يعني صاحبه ما جاش ومش موجود وما جاش. فضل يعني بما معناه قاعد على الترابيزه، عمال الاكل، يحاول ان هو قاعد قدامه، الى ان الموجودين معاه اللي حواليه الزباين خدوا بالهم. ففضلوا يبصوا له كده، فضل خدوا بالهم. المهم الجرسون اللي هناك كان مصري، فنده له فقال له في ايه؟ قال له الامر حصل كذا، وفلوسي معيش الا 20 فرنك، وقضيت بيهم كانوا امبارح وانا معيش فلوس، وما لحقتش البنك عشان اصرف الشيك. المهم راح العامل دوت قال له ما تخافش، احنا دفعنا حق الاكل كامل، وكمان صرفوا له قيمه الشيك اللي معاه، وقالوا له رد وقت قيمه المبلغ بتاع اللي هو صرفه الشيك، رد وقت ما ترده. موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب قال من اصعب المواقف اللي حدثت لي، اصعب المواقف اللي حدثت لي، لكن كانت من اجمل. قد ايه ازاي عرفت ان ربنا نجدني ووقف جنبي. والعامل المصري ده، الجرسون المصري اللي هو الويتر، قد ايه وقف جنبي، وازاي ربنا كريم قوي قوي قوي، وقف جنبي ونجدني في من اصعب المواقف اللي حدثت لي. كل سنه وانتم طيبين حبايبي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي وعيلتي وناسي.